مرحبا متابعيني، شلونكم اخباركم؟ اليوم سويت لكم قطع توست او شرائح خبز المشبعة. طبعا كلش صحي، حساسية الجلوتين، مريض السكر، وللكيتو. واتمنى ان شاء الله طريقتي تعجبكم اصدقائي. طبعا اذا شفتونا يستحق الدعم لا تنسون بدعمكم اصدقائي. وهاي عندنا قطعة من الشرائح الخبز او قطع التوست. طبعا سويت منها ريوقت ريقت منها، وهاي شوفوا لاحظوا. هاي بيضة سليق، قطعة خيار وقطعة طماطة. طبعا طعمه كلش طيب وبدون دقيق وصحي. بس دقيق اقصد خالي الجلوتين تماما. وهاي شوفوا لف السندويش بهذا الشكل اصدقائي صارت عندنا. كلش راح تستفادون منه، واتمنى الشغل يعجبكم. واذا عجبكم تابعوا المقطع للاخير. هاي نبدي بسم الله. طبعا عندنا هذا نص كوب من طحين الذرة، وناخلته اني ضروري تنخلونه. عندنا بيضتين، وعندنا قطعة من الجبن الابيض، اي جبن حتى لو كان مربعات او مثلثات. يعني اذا مربعات ومثلثات 3 قطع تحتاجون. وعندنا ملح، وعندنا خل، قليل من الملح وقليل من الخل، وبيكنج باودر ملعقة. هسه ناخذ هاي المواد الطحين، المواد الجافة. نخلي النص كوب الطحين بهاي الكاسة، ونخلي عليها قليل من الملح، ونخلي ملعقة من البيكنج باودر. عندنا طحين طبعا الذرة شوية صلب حتى شلون يكون شوية هش من نضيفه البيكنج باودر. وبالمناسبة أصدقائي هسه نحاول نخلط كل هاي المواد الجافة. تقدرون تخلون طحين الشوفان حسب نظامكم، تقدرون تخلون طحين اللوز بنفس الوقت. هسه هاي راح نخلي الخل ملعقة على مود زفرة البيض، ونخلي هاي قطعة الجبن. طبعا نازل منها شوية ما اشيلها بايدي. هاي جبن العرب او جبن كريمي، اي جبن كريمي يكون عندكم. اذا بالمعالق تخلون 3، واذا المربعات 3، واذا المثلثات 3، واذا هاي القطعة 50 غرام. اذا عندكم محضرة او مكسر او خلاط لا تتقيدون باي شيء، تقدرون تخلطون الجبن والبيض بهذا الشكل اصدقائي، مو شرط الا بهذا المكسر. هسه عندنا المواد الجافة وهاي المواد السائلة خلطناها سوا. نخلطها حتى تتجانس عندنا، ونشوف ايش نحتاج بعد. تحتاج مواد سائلة لو لا. هاي لاحظوا اصدقائي نخلطها بهذا الشكل. طبعا عندنا العجينة صارت شوية ثقيلة، لازم نخففها بالمي. نريدها مثل عجينة الكريب او عجينة الكيك. باعوا ثخين ثقيل هذا. هسه نجيب نص كوب من المي، نفس الكوب اللي خلينا بيه الطحين. نص كوب من المي نخليه على مرتين حسب الحاجة. هسه ضفنا بعد العجين ثقيل عندي، نضيف الكمية المفروضة هسه كلها. هسه لاحظوا حبايبي، هسه خليت النص كوب كله مال المي، يعني مواد كلها واضحة قدامكم، وانا وياكم خطوة بخطوة. اذا شفتونا يستحق الدعم حبايبي لا تنسوني بدعمكم. وهذا صار عندنا مثل الكريب او مثل خليط الكيك بهذا الشكل حبايبي. راح نستخدم هاي الطاوة، نمسحها طبعا بزيت الزيتون، قليل من زيت الزيتون نمسحها مثل تصق بس الاحتياط. نمسحها كلها. طبعا قياسها كلش كبير هاي، يعني القطعة مال التوست راح تصير عندنا كبيرة. هسه نخلي كمية من الخليط ونحاول نرتبها ونعدلها. طبعا هي المفروض الطاوة ما تكون حامية ورتبها واخليها على الطباخ، بس انا الطاوة حامية بالقوة سيطرت عليها. فتقدرون يعني تخلون تمسحونها وتخلون ترتبون وبعدين تخلوها على النار.
بس الحمد لله سيطرت عليها ونجحت عندي. هذا الشكل أصدقائي. نحاول نرتبها وما نخلي يعني مكان خفيف ومكان شوية ثخين. بهذا الشكل يعني من تركوها شوية راح هي شوية تجمد العجينة وتقدرون انتو تعدلوها، والمكانات الفارغة ترجعون تضيفون عليها. شغل كلش بسيط وسهل وطعم كلش طيب ويعني بسعر كلش مناسب لكم. بهذا الشكل أصدقائي. طبعا حساسية الحنطة لمريض السكر الكيتو دايت لأن خالي من الجلوتين تماما ومواد البي كلها صحية. بهذا الشكل أصدقائي. هسه نسدها للطاوة ونتركها لحد ما تستوي الطبقة جوا وبعدين تشوفون النتيجة. وهاي رجعت لكم حبايبي مجرد يعني 3 دقائق ويستوي من الجهة الأولى. شوفوا بهذا الشكل. وهسه نتركها بعد شوية تستوي. هسه استوت وراح نقلبها. أنا ما رديت أقلبها على الطاوة بالجهة الثانية بس رديتكم تشوفون الطبقة عندي شلون صارت ما شاء الله وتماسكت بهذا الشكل. شوفوا ما شاء الله. هسه نحاول نستوي الجهة الثانية ونشوف لكم اياها. يعني كل جهة داخل 3 دقائق تستوي. شوفوا ما شاء الله. هاي استوت عندنا تماما. راعوا هش وطري وطعمه والله كلش طيب. شوفوا. اتمنى شغلي يعجبكم اصدقائي وتستفادون منه. هسه بقت عندنا هاي كمية قليلة نخليها بهاي الجهة من الطاوة ونرتبها بهذا الشكل. هسه نتركها تستوي ونرجع لكم. نحاول نقلبها بعد شوية طبعا بعد ما مستوية. وهسه ما شاء الله استوت عندنا هاي الجهة. نقلبها على الجهة الثانية. شوفوا ما شاء الله اللون وهشة وكلش طعمها طيب. تقدرون تستفادون منها بالريوق بالغداء بالعشاء أي وجبة تاكلون منها. شوفوا ما شاء الله شلون الهشاشة. طبعا كنت مغطية ذيك القطعة حتى ما تنشف عندي. ضروري تغطوها لين ما تستوي الثانية. وهسه شوفوا أصدقائي ما شاء الله يعني بمواد كلش قليلة وكلها موجودة عندكم. شوفوا هاي قطع توست أو قطع شرائح الخبز المشبعة تختاروا الاسم اللي يعجبكم. هاي ما شاء الله. طبعا اقدر اقطعها او كاملة واحتفظ بيها باكياس وقت ما احتاج اطلعها اخليها بالفريز او بعلبة بالثلاجة يعني حسب ما ترغبون انتو. بهذا الشكل حبايبي. قطعتها شرايح وراح احفظها بكيساني لان تريقت منها وما محتاجتها. شوفوا ما شاء الله. وهاي تقدرون